بص، لو انت عندك مشكله تجيب شغل على ابورك فانت مش لوحدك. انا كمان عملت غلطات كتير وقدمت على شغل كتير جدا، ووصل بيا الموضوع ان انا بقيت احس ان انا بضيع وقتي مش اكتر. معظم الناس ما تعرفش الكلام دوت، لكن انا وفضل قعدنا اكتر من شهرين عشان نلاقي اول شغلانه لينا، وان احنا عملنا غلطات كتير جدا وما كناش عارفين احنا بنعمل ايه في الاول. فانا في الفيديو دوت هساعدك ما تقعش في نفس الغلطات اللي احنا وقعنا فيها، واديك 4 نصايح تساعدك تجيب شغل على ابورك. خليك عارف انا مش اجمد فريلانسر او اول واحد يعمل فيديوهات عن ابورك، لكن انا هقول لك في القناه بتاعتي على حاجات معظم الفريلانسرز ما بيحبوش يتكلموا عليها. انا عزيز عبد العزيز، توب ريتد فريلانسر على ابورك وجي اس اس او جوب سكسس سكور 100%. اول حاجه هتخليك تجيب شغل اسرع هي ان انت تبقى اكتف على المنصه. انا بقالي كذا شهر ما قدمتش على شغل بسبب العملاء اللي معايا، وان ما عنديش وقت زياده ان انا اشتغل مع عميل تاني، ده غير الانفايتس اللي بتجيلي من عملاء تاني عشان اقدم على الشغل بتاعهم. لكن عقبال ما توصل للمرحله دي لازم تبقى اكتف جدا على ابورك، وده معناه ان انت تستخدم الادفانسد سيرش وتقدم كل يوم على الشغلانات اللي انت عارف انك هتأدي فيها كويس، والشغلانات اللي متطلباتها تتوافق معاك زي السكيل سيت والاكسبيرينس واللوكيشن لو موجود. ده حتى لو انت بتشتغل شغلانه تانيه، لان ده الحل الوحيد انك انت تسيب الشغل اللي مش عاجبك. لان خليك عارف لو في شخص في نفس امكانياتك ونفس السكيلز بتاعتك ونفس مكانك بيقدم كل يوم 3 4 ساعات على الشغل، فاحتماليه ان هو يجيب شغل اسرع واكتر اعلى منك بكتير. ولو عايز تعرف على اي اساس انا بختار الشغل سيب لي كومنت، ولو لقيت ناس كتير محتاجه الموضوع دوت هعمل فيديو عنه. تاني حاجه عشان تكسب شغلانه على ابورك انك تفتكر ان الشغل مش بيجي من البروبوزل بس، بيجي من البروفايل ومن البورتفوليو بتاعك. لان البروبوزل بتاعك هدفه بس انه يجذب عين العميل للحاجات دي. فانت عشان تظبط البروفايل بتاعك ادخل على اي براوزر ودور على الناس العاليه في المجال بتاعك وشوف هم عاملين ايه وايه الاستراكشر بتاعتهم وطبقها. لكن ده مش معناه انك انت تاخد الحاجه كوبي بيست وتنقلها زي ما هي، لان ابورك بيفهم الكي ووردز اللي انت بتحطها، وده هيخليك في منافسه مباشره مع الشخص دوت، وبالتالي عشان هو عنده ريفيوز اكتر واقدم منك فالعملاء مش هتبص عليك اصلا. وعشان تعرف الناس دي فعلا عاليه في المجال وتعرف تاخد الاستراكشر بتاعتهم لازم تبص على كذا حاجه: الايرننجز بتاعتهم، البادج، الجي اس اس بتاعهم، عندهم 5 ستار ريفيوز ولا لا، والريت بتاع الساعه عشان تعرف حتى سقفك هيوصل لغايه فين. بالنسبه للبورتفوليو فانت لو ما عندكش ماتيريال او اي حاجه تتدرب عليها فانا هحط لك لينك في الديسكربشن تقدر تخش عليه وتلاقي كل المحتوى اللي انا بعمله على اليوتيوب او تيك توك تتدرب عليه. تقدر تعمل عليه اديت وترفعه على تيك توك او اليوتيوب، بس بشرط انك انت تعمل لي منشن، وبكده يبقى وين وين سيتويشن. انت جالك شغل عن طريق البورتفوليو بتاعك وانا زودت الاكسبوجر بتاعي وعلمت ناس اكتر. ثالث حاجه هتخليك تجيب شغل اسهل هو الاس اي او بتاع البروفايل ديسكربشن بتاعك. زي ما قلت من شويه ابورك بيفهم الكي ووردز اللي انت بتحطها في البروفايل بتاعك، وعلى الرغم من ان الالجوريثم بتاع الكي وورد ريسيرش على ابورك بتتغير من فتره لفتره، لكن هتاخد بالك ان ابورك على عكس المنصات الثانيه بيساعد الفريلانسرز الجداد ان هم يتحطوا قدام عين العميل في الاول حتى لو ما عندهمش اي خبره او اي ريفيو. ولو شفت نفسك متضايق ان الالجوريثم مش بتديك حقك في انك انت تتشاف في الاول فاضرب دماغك فيه، لان الحاجات المطلوبه منك هي حاجات بسيطه جدا هتخلي البروفايل بتاعك يعلى في السيرش، وهو ان انت تحدد ايه هو المسمى الوظيفي بتاعك اللي انت هتخلي الناس تدور عليه لو محتاجه السكيلز بتاعتك. يعني بالنسبه للمجال بتاعي هو يوتيوب فيديو اديتور. تاني حاجه هتاخد المسمى الوظيفي بتاعك اللي انت حددته هتحطه في التايتل وفي البروفايل بتاعك، بس بطريقه طبيعيه وما يبقاش فيه كي وورد ستافنج، واللي هو عباره عن انك انت تحطها لمجرد اللي انت حاططها ومالهاش اي علاقه باللي انت بتقوله، زائد ان انت تحطها في الاسم بتاع الشغلانات اللي انت حاططها في البورتفوليو وفي الجوب هيستوري. وحاول تقدم وتخلص الشغلانات اللي ليها علاقه بالاسم دوت، لان ابورك بيرشحك للشغلانات اللي انت خلصت حاجات شبهها. رابع حاجه ولازم تاخد بالك منها هي ركز على العميل. الحاجه الوحيده اللي بتخلي العميل ينزل شغلانه على ابورك في المجال بتاعنا هو ان هو عايز يعلي السوشيال ميديا بتاعته والمشاهدات بتاعته، فلازم تبقى شخص فاهم هو بيعمل ايه وتبقى هدفك ان العميل يوصل للحاجه اللي هو نزل الشغلانه عشانها. وابعد عن الناس اللي حوالينا منهم كتير جدا واللي شغالين بالفهلاوه ومش فارق معاهم النتيجه، كل همهم ان الفيديو يطلع شكله حلو. لما تعمل ده هتلاقي العملاء نفسهم بيكلموك مبسوطين بالشغل اللي انت عملته وبيرشحوك لناس تانية عشان تشتغل معاهم. ده مثلا عميل من العملاء اللي بعتوا لي من فتره مبسوطين جدا من الشغل اللي احنا عملناه واللي احنا وصلنا له على اليوتيوب، ولقيته باعت لي الداتا بتاعت اليوتيوب كلها وبيقول لي خلي دي معاك كبروف لاي عميل قدام عشان توري له قد ايه انت بتعرف تخلص الشغل كويس. ونصيحه ليك، انا متاكد ان مفيش حد قالها لك، اما تلاقي عميل بيشكر في شغلك اطلب منه في نفس اللحظه ان هو يديك فيدباك، لانه هيكتب لك احسن فيدباك ممكن تتخيله في حياتك. وفي عملاء مش بيكتبوا فيدباك بس، لا وبيعملوا حركه اجمد بكتير، زي ان هم هينزلوا ستوريز وبص عن قد ايه الشغل معاكم كويس وشوف ده هيجيب لك شغل قد ايه. فاحب اقول لك اتقي الله في شغلك وفي مستقبلك وربنا فعلا هيجازيك كل خير. اخر حاجه احب اشكر الفيديو اديتور اللي شغاله معايا اسماء عوض على الفيديو التحفه اللي عملته لي، وهسيب لكم اللينك بتاع البروفايل بتاعها على ابورك في الديسكربشن تحت لو حد محتاجها في شغل. اعمل لايك وسبسكرايب واشوفكم على خير.